السلام عليكم. دخلت الفنانة المغربية سعيدة شرف على خط قرار محكمة النقض بالرباط في قضية إدانة المغنية دنيا بطمة فيما يعرف بقضية حمزة بيبي برفض الطعن الذي تقدمت به بطمة وتأييد الحكم الاستئنافي. وقالت شرف في فيديو مباشر لمتابعيها عبر خاصية ستوري على صفحتها الرسمية على إنستغرام إنها لم تتقدم بأي شكاية ضد أي فنان، بل قدمت شكاية ضد حساب حمزة بيبي فقط كمتضررة، ووجهت رسالة تتحدى من خلالها أي شخص يهاجمها أن يقدم لها دليلا على أنها قدمت شكاية ضد فنان أو فنانة. وتابعت سعيدة شرف حديثها قائلة: بقيت صامدة والقضاء كان كفيلا أنه يجبد عدد من الأسماء اللي يبغى يتحاسب مع القضاء والأوامر. حينما تخرج صادرة عن المحكمة باسم جلالة الملك ماشي باسم سعيدة شرف. قبل كل شيء أنا إنسانة وأم، وآخر همي شي حد يدخل الحبس، لكن بمجرد تحول المعني بالأمر من متهم لمدان صافي برت وحسيت باللي خديت حقي. أصحاب القرار من يتدخلون، أنا متضررة فقط، وباقى أتضرر من حساب حمزة بيبي، ولا أخاطب أي فنان ولا أشمت في أحد. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.